السلام عليكم، معاكم مروان من قناة مهووس نت. هنعرف النهاردة ازاي ان احنا نقدر نعرف عدد الساعات على القناة بتاعتنا، الساعات الموجودة حقيقية على القناة لو القناة لسه مش متفعلة، وازاي ان احنا نقدر ندخل عامة على استوديو جوجل ونعرف منه اي حاجة احنا عايزينها للقناة، نعمل عرض اول للقناة. كل ده هنعرفه في الفيديو بتاعنا النهاردة. تمام. الفيديو ده هنعرف ازاي ندخل على استوديو جوجل بتاع اليوتيوب، استوديو اليوتيوب من على جوجل. تمام، لان في ناس كتير بتواجهها المشكله دي، ان هي مش بتعرف تدخل عليه ولا بتعرف تجيب العدد الحقيقي للساعات، لان طبعا البرنامج نفسه، برنامج الاستوديو يوتيوب نفسه مش بيجيب الساعات الحقيقيه كلها. طبعا اليوتيوب عمل لنا حاجه جديده، وهي انك عندك هنا في البرنامج الاستوديو يوتيوب، عندك في الشريط اللي تحت كلمه اسمها ايرن او تحقيق الربح، ودي هيجيلك فيها الساعات، ودي ساعات حقيقية جدا 100%. دي الساعات الحقيقية هي اللي محسوبة على القناة عندك. انما اي ساعات تانية، لو جبنا هنا مثلا كده اهو، اخر 365 يوم، عندك 114 ساعة. تمام. هنا في الاير عندك 36 ساعة بس، ال36 ساعة دول بس هما اللي محسوبين من اصل 114 ساعة. بقية الساعات دي يا اما بقى ساعات مش حقيقية، ساعات فيك، فاليوتيوب طبعا مش هيحسبها في تحقيق الربح، يا اما فيديو انت كنت منزله وحذفته كان عليه ساعات، فالساعات دي راحت، فبتفضل في اخر 365 يوم لكن في تحقيق الربح مش بتبقى موجودة عامة. تمام، يعني ما ينفعش ان انت تقدم بيها القناة للمراجعة. تمام، يلا. اول حاجة هندخل على جوجل كروم. تمام، هنفتح نافذة جديدة، هندوس على اليوتيوب او هنكتب في السيرش youtube.com. تمام بالشكل ده. تمام اهو، هعمل سيرش، هيدخلني على اليوتيوب بالشكل ده، او هيدخلك على السيرش بتاع جوجل. هتقوم انت داخل على اول سيرش هيجيلك، اول نتيجة بحث هتجيلك هتقوم انت دايس عليها، هيدخلك على جوجل بالشكل ده. ممكن يدخلك على جوجل، هيكون كده اول ما انت ما هتفتحه. تمام، انت هتدوس على الثلاث نقط اللي فوق دول، وبعدين هتنزل تحت وهتعمل وضع الديسكتوب سايت، او تفعيل وضع سطح المكتب. تمام. تمام، بعد كده هنقوم دايسين على صورة القناة، هندخل على كلمة قناتك او يور تشانل. تمام، بعد كده هندوس على تخصيص القناة. تمام، هيفتح لنا على الاستوديو جوجل بالشكل ده. طبعا انت ممكن تدخل على استوديو جوجل على طول من جوجل نفسه، مش شرط ان انت تدخل على اليوتيوب وبعد كده تدخل منه على الاستوديو. هنكتب استوديو دوت يوتيوب دوت كوم، هيدخلك على استوديو جوجل، يفتح لك الصفحة دي اهو. دي كده الصفحة الرئيسية بتاعتي. تمام، هيجيب لك كل حاجة، التعليقات، المشتركين اللي في القناة عندك، الحسابات المشتركة، وتعرف اذا كان المشتركين اللي عندك حقيقيين او لأ. تمام، من هنا اهو، طبعا بيجيب لك على حسب المدة اللي انت محددها. تمام، الفيديوهات، الاحصائيات بتاعت الفيديوهات كلها بتبقى احصائيات دقيقة جدا. وادي هنا اهو حالة تحقيق الربح زي ما هي موجودة بالظبط في البرنامج العادي. تمام، بس الفرق ان انت عندك هنا في الاستوديو بتاع جوجل فيه مميزات اكتر، وتقدر ان انت تعرف منه حاجات اكتر، وكمان ان انت تقدر ان انت تعمل منه عرض اول. وده اللي هنشرحه في الفيديو الجاي، ازاي ان احنا نقدر نعمل عرض اول على القناة بتاعتنا. العرض الأول بيساعد في رفع الفيديو بتاعنا وتزويد عدد الساعات على القناة. تمام، وعندي هنا مكتبة الموسيقى، عليها أي موسيقى أنت عايزها. لو أنت بتحب إن أنت تنزل فيديوهاتك بموسيقى وكده، بتنزل موسيقى من مكتبة اليوتيوب، ما بيبقاش عليها أي حقوق طبعا نشر أبدا، مش هيجيلك عليها أي كوبي رايت نهائيا. تمام، وبس كده نكون خلصنا حلقة النهاردة. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وتكتب كومنت لو في أي مشكلة مواجهاك على أي منصة على السوشيال ميديا. اكتب لي كومنت وانا هنزل لك فيديو بحل المشكلة دي اول ما اشوف الكومنت على طول. يلا سلام.